لو بتحس إنك مشتت وإن عقلك متلخبط طول الوقت وبقيت بتنسى حاجات مهمة، والأنكى من كده كمان إننا بقينا بننسى الكلام وإحنا لسه بنتكلم، كمان بنضيع ساعات طويلة في سكرول على السوشيال ميديا من غير هدف، وبنبحث دايما عن سعادة لحظية، حاجة كده المتخصصين سموها الدوبامين الرخيص. الدوبامين ده المسؤول عن فرز هرمون السعادة في المخ، بس للأسف من كتر ما بقى بيفرزه المخ عمال على بطال، فبقيت بتحس دايما إنك مش مستكفي وعايز أكتر من كده. ومع الوقت ما بقاش في حاجة بتبسطك قوي، وساعات كمان ممكن الموضوع يقلب معانا بخنقة واكتئاب. يعني ممكن تبقى كويس قبل ما تمسك الموبايل، بعد ما تقعد نص ساعة متواصلة بس على الفيسبوك أو سواء المنصات التانية بتخرج منها وانت مش فاهم مالك، تحس كده انك مش مظبوط وبتبقاش عارف ايه اللي مضايقك. فلو بتحس بكل الحاجات دي فاعرف ان انت مش لوحدك، دي ظاهرة عالمية لدرجة ان قاموس اوكسفورد اختار مصطلح برين روت اللي هو معناه يعني تآكل المخ، اختاروا انه يكون مصطلح السنة او كلمة السنة لعام 2024. الكلمة دي بتوصف بالظبط الاحساس اللي اتكلمنا عليه ده، اننا بنستهلك كمية مهولة من المحتوى السطحي اللي بيخلي مخنا يتخدر وبيخلينا ننسى اننا نركز على الحاجات المهمة بجد اللي في حياتنا. الموضوع طلع مش مجرد كسل ولا حاجة، ده احساس ان مخك نفسه بقى مهروس ومستهلك، وده بسبب كتر الفيديوهات القصيرة والمعلومات السريعة. والحقيقة ان مخنا البشري غير مهيأ لاستيعاب كم المعلومات المتضاربة اللي بتدخل لنا خلال النص ساعة او الساعة بس، ده الحد الادنى يعني، واكيد كلنا بنقعد اكتر من كده بكتير. انا كمان هقولك على تجربتي الشخصية مع المصطلح ده اللي هو تآكل المخ. انا كمان عديت بالمرحلة دي، كنت بحس اني مش قادر اركز في حاجة للاخر، مش عارف اقرأ في كتاب اكتر من صفحتين على بعض او اخلص اي حاجة كاملة، ما اقدرش اخلص تاسك شغل على بعضه من غير ما امسك الموبايل واقعد اقلب في الاشعارات. كانت كل لحظة فراغ وهدوء في يومي دايما بملأها بالضوضاء الرقمية، وكأني خايف اكون لوحدي مع افكاري. اوقات كتير كنت بحس ان دماغي مخدرة بتطلب دايما مني محتوى جديد علشان تفضل منتعشة ومبسوطة، بس في نفس الوقت مش بستفيد اي حاجة. بالعكس الموضوع قلب معايا بعد كده اني بقيت بأنب نفسي طول الوقت على الوقت الضايع ده، وحسيت ان ما بقاش عندي القدرة على اني اتحكم في حياتي، لغاية ما عينيا وجعتني من الفرجة على اللا شيء، وده نفسيا تعبني اكتر. لغاية ما في يوم قررت اني لازم اغير ده، اكتشفت ان الحياة اقصر من كده بكتير، الحياة اقصر بكتير من انها تضيع في التقليب والفرجة على حاجات ملهاش قيمة ولا ليها لازمة. قررت ان ارجع اسيطر على حياتي من تاني واحاول ارجع تركيزي وحيويتي. بصراحة الموضوع ده ما كانش بالسهل طبعا، جربت حاجات كتير جدا علشان اهرب من الاحساس ده، وتوصلت كده لبعض الافكار اللي الحمد لله رجعتني لطبيعتي من تاني، وسميتها خطة الهروب من تآكل الدماغ. اول حاجة توصلت ليها ان لازم املى يومي بحاجات مفيدة بس تكون بسيطة في نفس الوقت، وده عن طريق اني اعمل لستة مهام بسيطة جدا، ودي اتكلمت عليها في حلقة قبل كده غيرت حياتي بجد يعني. وهي عبارة عن اني بكتب حاجات بسيطة اعملها في اليوم اللي جاي، وتكون اغلب الحاجات دي بتبعدني عن الموبايل، زي مثلا انك تقرر انك تبدأ تقرأ يوميا، يعني ورد اذكار الصباح والمساء، ممكن صفحة او صفحتين على الاقل من القرآن الكريم كنت ثابت عليهم المهم. وكمان قررت اضيف حاجة تنعش مخي وذاكرتي وتحسن عندي اللغة شوية، وده عن طريق اني ادور على كتاب يكون شامل كل ده، يكون فيه تنمية للذات وفي نفس الوقت يكون لغته عربية فصحى. ده ساعدني كتير جدا ان ارجع تاني يكون عندي طولة بال على اي حاجة بعملها. كمان المقالات الطويلة اللي كنت دايما بسكرول عليها مثلا، ممكن لو جت قدامي مقال كبير برضو بحاول اقراه واستفيد منه لو هو مفيد. انا عارف ان الموضوع ممكن تحسه صعب شوية في الاول، ده طبعا حصل معايا، بس بعد شوية هتلاقي مخك بيبدأ يرجع بالتدريج. تاني فكرة ممكن انك تطلع الطاقة بتاعتك في حاجة ابداعية، حاجة يعني انت بتحبها. مثلا الوقت الفاضي بدل ما انت قاعد ماسك التليفون ممكن تتعلم تدوين. التدوين ده مش حاجة صعبة يعني، ابدأ كده بطريقة بسيطة جدا، وهي اكتب مثلا انت زمان كنت شايف حياتك ازاي، ودلوقتي هل قربت من اللي كنت راسمه لحياتك زمان ولا لا. انا بعمل كده. ولو في احلام كنت حاططها في دماغك ممكنة للتحقيق، اكتب ايه اللي نقدر نعمله دلوقتي وفي ايدينا علشان نقدر نوصل للحلم الممكن ده. كل ده علشان نقدر ناخد بالاسباب ونحاول نعوض اللي فات. اكتب كمان ايه الاخطاء اللي انت وقعت فيها الفترة اللي فاتت دي واللي كانت نتيجته عكسية عليك، وازاي
وإزاي هتحاول الفترة الجاية إنك تحسن من ده وتحسن من نفسك يعني. كمان ممكن تتعلم تكتب مذكراتك اليومية، أو لما تلاقي نفسك متضايق يعني لما تلاقيها ظلمت معاك قوي اكتب عدد النعم اللي انت مستشعرها في الوقت الحالي، وقت الغضب او وقت اللي انت متضايق. ده بجد بيساعد جدا والله، وعن تجربة كده بنعمل تفريغ عقلي للأفكار اللي في دماغك على ورق. ده نتيجته جامدة جدا علينا وعن تجربة. الفكرة التالتة هي إنك تخصص على الأقل ساعة في اليوم بدون شاشات. اختار وقت معين في اليوم تبعد فيه عن الموبايل أو الكمبيوتر تمام. ده برضه هيدي فرصة لمخك إنه يرتاح ويستعيد تركيزه تاني ويحاول يسترجع طاقته. الفكرة الرابعة بقى فكرة بسيطة جدا، وهي إنك ما تعملش أي حاجة. هي نصيحة غريبة شوية بس بجد مفيدة جدا. حاول تقعد في مكان هادي، أو بمعنى أصح تمارس عبادة تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. مخك بيحتاج مساحة فاضية علشان يعرف ينظم أفكاره تاني. الفكرة اللي بعد كده هي إنك تحاول تعمل حاجة فيها شوية تنظيم مع مجهود. إزاي؟ ممكن مثلا حاجات بسيطة جدا زي إنك ترتب دولابك، ترتب سريرك، ترتب حتى درج المكتب اللي فيه الشاحن والسماعة المكلكعين دول. الحاجات الصغيرة والإنجاز الصغير ده برضو بيحسس مخك إنه عمل حاجة مفيدة. ولذلك دايما الناجحين بينصحونا إن الإنجاز بيبدأ في يومك من ترتيب سريرك. في فكرة تانية يعتبر برضو بسيطة جدا لو عندك وقت، بس هي مهمة، كانت مهمة بالنسبة لي، هي التمشية وإنك تزور أماكن جديدة في بلدك ما رحتهاش قبل كده أو ما رحتهاش كتير، أو تحاول تطلع في أماكن هادية تقعد فيها شوية. ده برضو بيساعد جدا على إن ذهنك يبقى صافي وعقلك يرتاح شوية من الضغط اللي عليه طول اليوم. بمعنى أصح أنت بتكسر روتين اللي عقلك خلاص اتعود عليه ومل منه. والفكرة اللي بعد كده المفروض كنا نعملها في البداية خالص، وهي إنك تمارس الرياضة يوميا حتى لو بجزء بسيط جدا. التمارين الخفيفة اللي بنعملها في البيت دي زي الضغط أو البلانكو أو تمارين البطن، لو كل يوم من 5 دقايق ل10 دقايق هتعمل كل تمرينة منهم بس 25 عدة، مش هياخدوا معاك حاجة، بس لما تخليهم أساسيين في يومك هتخلي جسمك يبقى نشيط، وطبعا ده بيساعد مخك إنه ينشط أكتر. طبعا الحكمة اللي اتربينا عليها من صغرنا وهي إن العقل السليم في الجسم السليم. عقلك عمره ما هيكون بكامل طاقته وحيويته وعندك خمول في جسمك وما بتتحركش. فلذلك النصيحة دي مهمة جدا وبجد هتفرق معاك جدا، والأفضل إنك تبدأ بها يومك. بعد ما بتنزل من سريرك العب شوية ضغط شوية بطن، حاجة تنشط معاك الدورة الدموية تخليك تصحى بسرعة، ودي هتفرق معاك جدا في باقي يومك. النصيحة الأخيرة برضو ومهمة كمان إنك لازم تقضي وقت أكتر مع أسرتك. في زمن الموبايل التجمعات العائلية بقت قليلة جدا، وحتى لو بقت موجودة فكله بيبقى قاعد على موبايلاته، يعني حتى بيبقى مش عايز يتكلم كتير، عايز يرجع يشوف ايه اللي حاصل في الدنيا كأن وراه البورصة. الموضوع ده يا ريت لو انت قاعد في وسط عيلتك يا ريت تقفل تليفونك، ترجع تستعيد الحاجات اللي كنا بنعملها زمان، وانك بتفتح مواضيع جديدة تتكلم معاهم. الموضوع ده بيفرح جدا وبيعمل تغيير كبير جدا وبيخليك مش مشتت، وبينسي الواحد التشتت ولو جزء من الوقت. المهم انك بقدر الامكان تستغل الاوقات دي وتبعد عن تليفونك خالص. الخلاصة في الاخر الموضوع ده يطول الشرح فيه والكلام الكتير فيه. الحياة اقصر بكتير من انك تضيع اكبر جزء منها في حاجات بتضرك. لازم تساعد نفسك. ارجع اكتشف شغفك واسترجع سيطرتك على مخك تاني. انت واخد بالك كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي في الاول هي اصلا كانت طبيعية جدا قبل ظهور الفيديوهات القصيرة والسوشيال ميديا، وما كانش فيه المشكلة دي أصلا من البداية. احنا كل الحكاية بنحاول نعمل ريستارت تاني من أول وجديد، وافتكر إن حياتك ومخك مش قليلين ولا رخاص علشان تخلي الحاجات دي تستهلكك. وفي النهاية برضو حابب أختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 منهم عن عمره فيما أفناه. في الختام أتمنى كنت ساعدتك بالفيديو ده. لو عايز تستفاد أكتر تابع الفيديوهات التانية علشان خاطر أنا جاي لك عشان نتغير مع بعض. متنساش تشترك في القناة تدعمني بلايك علشان ده هيفرق كتير جدا في مسيرتي إن شاء الله وهيخلينا أكمل، وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.